اخر مرحله والذ مرحله يلي هي نبلش نقلبهم. نحط على بندوره هلا تكون رقيقه قد ما فيكم رققوها. انا عندي صحن عم بعمله مثل ابن اختي، هذا برغل، هيدي البندوره. هلا حاعمل له كمان خياره معه. هاي الاكله جدا مفيده للاولاد. طيب. هلا حنرجع للمنور. الهالبينو الحار ضروري بالاكله، بيعطيها طعم عن جد مميز. نقطة صغيرة من الزيت النباتي. روحوا عند أي جزار بتعرفوه بتثقوا فيه، أهم شيء إنكم تثقوا فيه، بتوصوه على سجق أو مقاني. هول اللي عندي هلا أنا مقاني، فيكم نفس الشكل كمان بيحكي لكم إياهم سجق بيطلعوا كمان طيبين. هلا اللي عندي أنا هون مقاني، أنا وصيتهم عليهم قبل بنهار وجيت لعنده اليوم الصبح كانوا جاهزين. ما بخبركم الريحة قديش طيبة. هلا مثل ما انكم شايفين بس هيك بالسكينة ضربة صغيرة بتطلع معكم منفصلة عن بعضها. انتوا بتخبروني بالتعليقات بتحبوا السجق اكتر ولا المقاني اكتر؟ انا بحب الاثنين، انتوا خبروني شو بتحبوا. زيت حمي هون. نبلش نقلبهم. هون انا شويت باذنجان على جنب، الباذنجان هذا كثير بحبه، بشويه بالفرن وجدا صحي. هلا حطيت اول ميله عم بقلبهم على الميله الثانيه. هلا بدهن عندي بشويه زيت. هاي البطاطا عندي قربت تخلص. عندي البطاطا هلا خلصت، حبلش شيلها من الزيت. منظر ولا اروع من هيك. خليني صفيها كثير منيح من الزيت. شايفين الصحن؟ خليني اعبيه كله. اخر مرحله والذ مرحله يلي هي مرحله التذوق. شويه مايونيز هلا بحط عندي هون. برجع بجيب المقاني يلي عملتهم، شوفوا كيف طلعوا عندي هون. بيجننوا بيجننوا يا عين الريحه. بحط منهم هون شي 3 4 5 6 حبات قد ما بدكم حطوا. برجع ركزوا معي، ركزوا معي كثير منيح. البندوره هيك حبتين صغار. برجع بجيب هذا الحر حصريا الهالبينو، بقسم منه هيك وبرجع بحط معه الحامض. الحامض ضروري. بسم الله. يعني برقوها بالحامض.
نرجع نعمل هيك رشة خردل كمان، رشة صغيرة من الخردل، برجع بلفها بهذا الشكل مثل ما نكون شايفين، بلا بطاطا بقلبها، بطاطا على جنب. خليني اقول بسم الله. صدقوني من اطيب الاكلات، سريعة وطيبة كتير. شوف بسم الله. اهم شيء كمان حامض، زيادة حامض، نحن حطينا حامض بقلبها بس برضه بدها بسم الله.